أهمية التوصية اللي عملتها لجنة العلاقات الخارجية اليوم من مجلس النواب هو التعبير عن إجماع لبناني سياسي وشعبي بحكم وكالتنا الشعبية عن رفضنا للبند 13 اللي أخذه البرلمان الأوروبي، وأكثر من هيك هذا تتويج لعمل تراكمي من 7-8 أشهر اللجنة منكبي عليه حتى نقول كيف بده يتم إرجاع السوريين إلى سوريا. يجب تنظيم طبعا الوجود السوري في لبنان بشكل مؤقت جدا لريثما يبلش تطبيق خطة إرجاع السوريين على لبنان. هذا توصية تتوجه إلى الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤوليتها، تمضي مذكرة التفاهم الموضوعة مع الأمم المتحدة حول المشاركة بالبيانات المتعلقة بالنازحين. وكمان في خطوات أخرى لازم تاخدها الحكومة اللبنانية مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية حسب آليات يتم الاتفاق عليها، لأنه من دون هيك لبنان رح يروح على فوضى. لأول مرة عم ننتقل من تشخيص المشكلة لتوصيات عملية عم نوصل عليها، وهذه نقطة ارتكاز سياسية كتير مهمة بالنسبة للبنان، لربما بالمستقبل نقدر نغير بالمعادلة تماما.